ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاكرين الترند اللي كان طلع بتاع الطعمية على العيش البلدي ده اللي بيتعمل في الطاسة؟ انا كنت عملته قبل كده بس ما كنتش عملته معاكم. لو انت بقى بتعملي رجيم دايت نظام صحي وعايز تاكلي طعمية من غير ما ضميرك يأنبك كده زي ما احنا بنعمل، هاتي العجينة وحط عليها مثلا بيضة كده. لو مش عايز تحطي بلاش، بس البيضة بتديها قوام كده وبتبقى حلوة معاها مع العجينة بتاعة الطعمية. اضربها بالمضرب كويس قوي كده او بالشوكة كويس قوي كده، لان انت لو انت جايبة العجينة من بدري، لو انت بقى لسه عاملاها وضربها في الكب عادي. حط بقى في الطاسه معلقه زيت زيتون او معلقه زيت من العادي لو انت يعني مش عامله دايت او حاجه كده. المهم ان احنا بنقلل الزيت اللي احنا بنقلي فيه الطعميه. شفت الرغيف؟ انا شلت الوش بتاعه، سبت الظهر بس. انت ممكن تقدري تعمليها في العيش الابيض عادي. بس كده، وبتنزلي بقى على الطاسه، بتدهني بقى كده طعميه وبتنزلي بقى على الطاسه. يبقى احنا جبنا العجينه بتاعه الطعميه، حطينا عليها بيضه او ما حطيتيش براحتك، وشلت كده وقلبتها كويس قوي، وجبت الرغيف البلد الاسمر. او لو انت بقى عندك عيش انت عاملاه بتاع الشوفان، او عندك عيش التورتيلا الدايت، عندك اي عيش بقى انت بتحبيه، شيلي وشه ودهنت كده العيش التاني بقى ما تشيليش وشه ولا حاجه. بصي، طول ما انت بتيجي تقلبيها بتلاقيها لسه لازقه، يبقى هي لسه الطعميه طريه. اول ما بتبدا تنشف معاكي بتلاقي الرغيف بيتحرك لوحده. يبقى انا شلت الوش بتاعه ودهنتها معلقه كده او معلقتين عجينه طعميه زي ما انت بتحبي قوام الطعميه قد ايه معاكي. ودهني وحط في الطاسه معلقه زيت صغيره زيتون او معلقه زيت عادي. انا بوريك هي بدات تتحمر بس لسه الطعميه من جوه نيه شويه. زي الطعمية اللي انت بتشتريها من بره، بتبقى من بره متحمره قوي، ومن جوه يعني بتبقى لسه يعني تبقى خضرة شويه زي اللي احنا بنشتريها بالظبط. بس عايزه اقول لك بيبقى طعمها تحفه، مش هتفرقيها عن الطعميه المقليه، وهتاكليها وانت ضميرك مرتاح ولا زهقانه ان انت كلت طعميه ولا مقليه في زيت ولا اي حاجه. كان طلعت واحد وحطيت التاني. انا هاكل واحد بس كنت عملت العيال كانوا جنبي وقالوا لي اعملي لنا زي ما انت بتعملي يا ماما. انا كنت هولع على الاكل، كنت هعمل مكرونه النهارده بس وبيض وحاجات من دي. بص بقى الرغيف بقى كده ادهني بقى جبنه، عايز تهني جبنه لايت، عايز تهني جبنه موتزاريلا وترجعيها على الطاسه تاني براحتك. انا حطيت عليه شرايح طماطم، شرايح جرجير، شرايحتين خس كده. اللي انت عايزه تحطيه بقى حطيه، عايزه تحطي جبنه قريش، عايز تدهني اللي انت عايز تدهني دهني، شرايح خيار كده. عايز ترجعي على الطاسه رجعيه، مش عايزه ما ترجعوش. انا ما رجعتوش تاني بقى، انا مش عايزاه عادي يتحمص من فوق، انا الطعميه متحمصه كده وخلاص. بس كده، بص طعميه من فوق ومن تحت وفي قلبهم الخضار والطماطم اللي انت بقى تحبيه. اعملي بقى معاهم كوبايه شاي بلبن، كوبايه نسكافيه. انا هعمل دول شاي بلبن. بص انا جيت احركه كان لسه ما بتحركش، ان لسه الطعميه ما كانتش عملت قوي هنا. بس اول ما بتبدا تاخد لون بيتحمر معاكي. اعمليها جربيها بقى في اي عيش انت بتحبيه، يعني في زي ما بقول لك في العيش الابيض عادي لو انت مش عامله دايت. لو انت عايزه تجربيها الاول حط لها بقى معلقه زيت من العادي او معلقه سمنه، بس زيت احسن يعني في قليه الطعميه. طلعتها وهعمل برضو في الرغيف ده زي الرغيف التاني. انا شايله وش العيش يعني ده الظهر بس بتاع العيش، عشان انا كنت هاكل واحد بس، يبقى انا كاني كلت نص رغيف يعني وش وظهر. كلت انا رغيف واحد من ده والتاني قسمته كده للعيال كلوه. عملت بقى كوبايه شاي بلبن وما شربتهاش برضه والله. في الاخر حسيت ان السندوتش كتير عليا، مش قادره اشرب بقى كتير يعني عليا لبن ومعاهم عصير خضره. اللي انت تحبي كده اعملي كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي، اي حاجه. كنت انا بقى ولحت على شويه مكرونه، على شويه ميه كده، اسلق شويه مكرونه. يا ريتني سلقت كيس واحد زي كل مره، قعدت اقول بيبقى شويه يا دوبك بيخلص ما اعرفش ايه. بقى برضو الطبق اللي انا عملته النص الكيس التاني انا حطيت كيس ونص. هو الكيس ده 400 جرام مش نص كيلو زي ما انت عارفه، يعني لو الكيس الكيلو كنت تاخدي نص يبقى كويس قوي. على حسب برضو انت عارفه انتوا عيالك بياكلوا ايه، افراد الاسره بقى على حسب انتوا عارفين بتاكلوا ايه. انا اللي خلاني عملت مكرونه انا كنت هعمل كفته او حواوشي، كنت بفكر في حاجه من دي، بس انا كنت قايمه مصدعه بطريقه جامده، طريقه جامده. انا كنت بحط زيت للطماطم اللي انا هسبكها. كانت مكه. طبعا كلكم عارفين اللي عنده عيال ما نامتش غير الساعه 9:30 او 10 الصبح. مش قادره اقول لكم ازاي. فتخيلوا بقى الصداع وكميه ان انا قاعده طول الليل صاحيه بيها والصبح لحد الساعه 10 وكل ده، فما كنتش قادره اساسا اقوم. يعني العيال كان النهارده في دروس بس الحمد لله ما كانش في مدرسه، فرايحين وجايين عليا بس. اقول برضو اللي رايح بيكلمني واللي جاي بيكلمني، فبصحى لده وبصحى لده. ما نمتش خالص يعتبر. هو انا نايمه الساعه 10 مع مكه. انا حطيت على الطماطم دي بس في الاول شويه ملح وسكر بس، عملت تسبك شويه وغطيها دلوقتي. فما كنتش قادره بقى صراحه اقوم اعمل حاجه، وقلت هجيب لهم سندوتشات مش يعني مش هتشبعهم او مش حاجه. فقلت خلاص يعني الاسرع خلاص هعمل شويه مكرونه وخلاص. وبقى انا كده كده كنت بسبك طماطم النهارده. آه كنت جايبه شويه مستويين شويه كده، كنت عايزه اسبكهم، فقلت خلاص هعمل لهم بالطماطم بقى ايه، مسبكه كده كده. هعمل لهم شويه ما كنتش لسه سبكت، انا كنت مسبكه دي الحبه دي المكرونه بس. لسه هسبك بقى شويه في الاخر النهار بقى. قلت لهم شويه بطاطس، سلقت لهم شويه بيض، بس ما عملتش حاجه تاني بقى. وكنت انا جايبين كنت جايبه شويه خضار. اه غسلته. انا هوريكم برضو الخضار كنت جايبه، حد كان جايب لي يعني، كان جايب لي بقدونس وكزبره وشبت، الحاجات دي كلها والبصل الاخضر ده هو اللي أنا كنت بحسبه بصل، طلع توم وخس وجرجير. كان جايب بقى شويه خضره كتير كده، غسلتهم كلهم. انا الخضره بقى اللي هي الكزبره والبقدونس والشبت دي
بغسلها واسيبها تنشف واخرطها واحطها في اكياس في الفريزر لما ما يبقاش عندي. فبس يستحسن وانت بتطلعيها مثلا للمحشي او كده تكوني جايبه معاها ربطتين فريش او حاجه، بيكون ريحتهم بقى طازه او كده. بس لو ما فيش مضطره ببقى كويس ان انا ببقى عندي، يعني عشان ما يبقاش يعني ببقى مضطره عايزاها مثلا لقرنبيط او اي حاجه وانا مش عندي خضره، او بتعملي مثلا في يوم عجه او كده وانا مش عندي خضره فبتقفي، فالحبه بقى اللي في الفريزر دول بينقذوك، بيبقوا انقاذ يعني. بس انا بقولك انت لو بتيجي تعملي محشي بقى هات معاها ربطه فريش او حاجه. كنت بعت البت الماس جابت لي، احنا عندنا بتاع الخضار، المحل بتاع الخضار هنا قدام البيت عندنا، جابت طماطم وبطاطس. انا بس بقولك عشان اقول لكم الاسعار، البطاطس النهارده الكيلو وربع ب10، دول كانوا ب30، مش عارفه كان 4 كيلو حاجه زي كده، اقل من 4 كيلو حاجه بسيطه. الكيلو وربع ب10، والطماطم الكيلو ونص، والبرتقال ده فيه ب10 وفيه ب15. ده بقى الخضار كان قبل لسه مغسله، الخضار ده كان قبل مغسله. شويه بقى بقدونس على كزبره على شبت وخس، وبقولك الثوم الاخضر ده بيتحط على المحشي على فكره بيبقى تحفه. اه العيال بقى جابوا حلويات، هو انت تبداي دايت من هنا تلاقي الحلويات جايلك من هنا، وانا بحب اساسا الرموش دي، كانوا بيقولوا وريها لهم يا ماما. ده بقى الطماطم اللي كنت بقولك كنت جايباها، ده كان 4 كيلو، انا كنت جايباهم على 5، يعني مستويه شويه. اهم حاجه اغسلها كويس قوي، الكبيره كنت بقطعها 2، الصغيره بسيبها عادي زي ما هي. اغسلها كويس قوي. انت ممكن لو هتجيبها في العداد تجيبها ارخص شويه، يعني دول كان 4 كيلو ب20 جنيه. لو انت، انا بقى بجيب كل مادة شوية صغيرين كده عشان المكة مش بعرف اعمل منها حاجة. تغسلهم بس كويس اوي 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 اوي، تحطهم في الحلة كده ونزل عليهم بنص كوباية مية او ربع كوباية مية، كده كده بتنزل مية. وغطيها لحد ما تبدأ تبقبق كده معاكي شوية، تلاقي المية بدأت تبقبق وبدأت تنزل وتطلع دخان كده زي ما انت شايفة اهي. توطلها بقى شويه، وطلها بقى شويه كده قد نص ساعه ولا حاجه، هتلاقيها بقى نزلت خالص، يعني اتهرست خالص كده مع نفسها. تشيلها بقى ايه اهي. بص بقى كده طلعت ميه اكتر، انا بقى اشيل الميه دي كلها هصفيها، يعني الميه الصفرا دي بقى انت هتصفيها تشيليها علشان ما وانت بتضربها في الخلاط او بتعملها بالهاند بلندر اي حاجه، ان هو ما تغيبش معاكي بقى وانت بتتسبكيها، هي كده خلاص يعتبر واخده نص تسبيكه او اكتر. بص بقى الميه بقول لك لونها اصفر ازاي، فانت لو سبتها فيها هتخلي الطماطم معاكي لونها باهت، مش تبقى لونها حمرا زي ما انت بتحبي، وتضطر تحطي صلصه وحاجات من دي. هنا بقى كنت انا صفيتها، جبت الهاند بلندر بقى اعملها بيه كده، حطها بقى في الخلاط في الكبه زي ما تحبي، بس لو عندك الهاند بلندر طبعا هيبقى اسرع يعني، بيبقى اسرع معاكي، ما بياخدش وقت معاكي في الحاجه دي. وبعدين بتعمليها وهي سخنه، الخلاط فيه خلاطات ما بتستحملش السخونه، فغصب عنك بتستنى شويه لما تبرد. هنا بقى ايه على طول بقى. الحله طبعا كبيره، انا بقى الحله الشاورما دي كلها كبيره، في الاول بتبقى كتيره انت عشان هبطت معايا والطماطم يعني اتسبكت فبقت شويه صغيره، مش مشكله بقى، ما رضيتش انقلها في حله تانية. قلت خلاص كده كده طالما واحده يعني حله مش نظيفه مش لازم اوسخ كل الحلل بقى. فانت بقى كل مدى كده يعني وانت بتتسوقي، هتيجي 3 4 حطيتها بقى على النار، رجعتها بقى على النار، حطيت لها معلقتين 3 زيت كده، واحط لها قد معلقه سكر صغيره ومعلقه ملح صغيره. طبعا الملح ده مش بحدى بيه او حاجه، بس عشان كمادة حافظ، وحبه السكر دول بس عشان الحموضه. بس انا عايز اقول لك بص لونها احمر ازاي، لان احنا صفينا الميه الصفرا بتاعتها، لو انت ما صفيتيش الميه اللي بتنزل منها هيبقى لونها بايت معاك وهتاخد وقت كتير في التسويه. انت ممكن بعد ما انت هي كده احنا يا دوبك لسه ضاربينها، ممكن ما تاخدش معاك 10 دقايق وتشيلها من على النار، بحيث لما انت تيجي تعملي بقى خضار او حاجه تاخد وتدي مع نفسها مع الخضار كده، ما تبقاش مسبكه او تضطر تزودي ميه او كده. كل مدى بقى هتيلك يعني 2 3 كيلو كده عشان ما تتعبيش يعني فيه. هنا بقى انا كنت عملت دي قبل كده، بس قلت اعملها للي مش عارف يعني معايا. انا كنت بحط علبتين زبادي من الصغيره او علبه من الكبيره عليهم معلقه عسل نحل. انا عملتها قبل كده بس كان في حد ما شافهاش وقال لي اعملها لي تاني. حطيت بقى انا علبتين صغيرين، كنت حاطه في ارضيه الطبق معلقه عسل نحل، وحطي قد معلقه صغيره مكه قفل ازاي بتقف على الحاجه عشان تطول مني الحاجه. معلقه صغيره كاكاو خام، لازم يكون خام خام مش كاكاو محل، للي عاملين برضو دايت او عايزين يمشوا بطريقه صحيه زي ما بقولك. قلبها بقى كويس كده بالمعلقه السكر الدايت او بمعلقه العسل النحل اللي تحبيه، على معلقتين الزبادي، على معلقه الكاكاو الصغيره دي. او ممكن تعمليها بدل، انا عملتها مره بدل الكاكاو ده حطيت قهوه، حطيت معلقه قهوه صغيره برضو بتبقى ريحتها كويسه لو انت مش بتحبي يعني ريحه الكاكاو الخام او كده. قلبها بقى كويس قوي، لما تقلبها كويس قوي دوقيها، شوف مثلا انت كده التحليه حلوه ولا عايزه تزودي تاني عسل نحل او سكر. يبقى انا حطيت علبتين الزبادي الصغيرين او العلبه الكبيره عليهم معلقه عسل نحل صغيره، عليهم نص معلقه كاكاو خام او نص معلقه قهوه اللي تحبيه. بجيب انا بقى البسكوت الشوفان الصغير ده او الكبير زي ما تحبي، وانزله في قلبها كده. ده الباكو الكبير ده البسكوت الشوفان ده انا بحط بس نص، بقلبه بقى بغطيه بس كده، وبغطيه بقى الطبق ده بطبق واحطه في التلاجة. لو انت جايبه علبه الزبادي الكبيره هتعملي كل الخطوه دي في علبه الزبادي الكبيره، مش هتحطي في اطباق. انا بس بحطه في طبق عشان العلبه الصغيره مش بتاخد. بس بقلبها بس كده بقى وبغطيها وبدخلها في التلاجة.